السر اللي هيغير حياتك في فلوس البيت. فلوسك بتخلص قبل آخر الشهر. ده مش قدر، ده إدارة غلط. الفرق مش في قد إيه بتقبض، الفرق في إزاي بتصرف. المشكلة أنت بتشتغل عادي، بس أول ما الفلوس تدخل بتتسحب منك من غير ما تحس، وآخر الشهر مش فاهم الفلوس راحت فين. الحل بسيط، مش محتاج منك غير إنك تمشي على خطوات ثابتة. أول قاعدة: 50/30/20. 50% أساسيات، أكل، إيجار، فواتير. 30% رفاهية، 20% توفير. ما تصرفش قبل ما تقسم. أول ما تقبض قسم فلوسك، مش هشوف هيتبقى كام. اكتب كل جنيه بيخرج، حتى القهوة والمواصلات. اللي بيتكتب بيتحكم فيه. بلاش الدفع العشوائي، الشراء بالقسط والفوايد بيكسر الميزانية بسرعة. اشتري مرة بدل كل يوم، بدل ما تشتري حاجات صغيرة كل يوم، جمع واشتري مرة واحدة ووفر. صندوق الطوارئ مهم جدا، حتى لو 100 أو 200 جنيه في الشهر هينقذك وقت الأزمة. قسم فلوسك في أجزاء: أكل، مواصلات، مصاريف بيت. كل حاجة ليها حدود. تابع نفسك كل أسبوع، راجع صرفت إيه وعدل بسرعة. الخلاصة: مش مهم بتقبض كام، المهم بتعرف تمسك فلوسك إزاي. ابدأ النهاردة، حتى لو خطوة واحدة بس، ولو ناوي ابدأ بجد من النهاردة مش بكرة.